مرحبا، شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة، بس اليوم مو أكل، حنسوي حلو. اليوم راح أسوي لكم سمسمية من الأكلات، يعني من الحلويات الشعبية اللي كنا نحبها من كنا أطفال، ولحد الآن نحبها، وحلوة هي وطيبة وتخبول. عندي المقادير. سمسم، استعملت هذا الكوب الصغير، 3.5 سمسم، 1 جوز و1 فستق. انتوا لا تلتزمون بالمكسرات، اي مكسرات عندكم تقدرون تضيفوها ويا السمسم. انا عندي اليوم جوز وفستق. هسه قلنا 3 من هذا، 3.5 سمسم، 1 جوز، 1 فستق، 1 دبس، خاشوقة مال الاكل ونص هيل، وحضرت تبسي دهنته بالراشي. اوكي، هسه مباشرة راح نبدي بالوصفة. انا خليت السمسم بالطاوة اريد احمصه، راح اضيف وياه مباشرة الجوز والفستق، وراح اضيف نص الهيل، راح اضيفه وياه نص الهيل، والنص الثاني راح اضيفه ويا الدبس. وشوفوني ايش راح اسوي هسه مباشرة راح نضيف الدبس بهاي. حضرت اني جدر صغير اريد اخليه على النار، ونخليه يفور على نار هادئة. اوكي، وراح اضيف وياه الهيل، بقية الهيل اللي نص ضفناه على السمسم والمكسرات، وهسه راح نضيف الهيل ونبدي نحرك ونخليه على نار هادئة من يغلي، يعني مو هسه. اوكي، وبهالاثناء انا بنفس الوقت خليت السمسم والمكسرات على النار، بديت احمص بيهم لحد ما يتغير لون السمسم، اريده شويه يشقر، يتغير لونه، وبعدين اراويكم شو اسوي. هسه تغير عندنا اللون مال السمسم، وحمصنا وياه المكسرات وتغير اللون. مباشرة راح اطفي الطباخ، واني عندي هنا الدبس دا يفور على نار هادئة كلش، وهم راح اطفيه مباشرة. هسه راح اضيف الدبس مباشرة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. مباشرة راح اضيفه واظل اخوطه الابس الدبس ويا السمسم والمكسرات. شوفوا لحد ما كله يتلابس السمسم ويا الدبس. طبعا هاي الفترة لازم هي حارة كلها نكملها الشغلة، كلها هي حارة حتى نسيطر عليها على السمسمية. من نضيفها بالتبسي ونساويها لازم كلها هي حارة، حتى شنو؟ حتى تاخذ القالب المضبوط والمطلوب. هسه عندي تلابست اني كلها تلابست، تشوفون. مباشرة راح اضيفها بالبايركس اللي اني حضرته، وابدي اساويها. اذا تردون تصير اخف تقدرون تخلوها بتبسي اكبر، بس اني احبها ثخينه هيجي. هسه نساويها هالشكل، بس لازم نضغط عليها، نضغط كل الزين. عرفت شلون؟ نضغط عليها من جميع النواحي، من جميع الجهات يعني. وهذا الزايد كله نطلعه بالخاشوقة. هذا اللازق بعدين بالخاشوقة نضغط، ونجيب نايلون نرش عليه، نرش عليه شو اسمه هذا الزيت حتى نساويه، هو حار طبعا. اول شي نرش هذا النايلون، شوفوا هذا النايلون نرشه ونخليه على السمسمية.
ونضغط. هي حارة، شوفوا هي حارة حتى تاخذ القالب المطلوب اللي نريده احنا. طبعا بعدها كلش حارة، قريب ما شوية تبرد، شوية تبرد، اخليها انتظرها في 10 دقائق، بعدين ارجع لكم حتى اقطعها قدامكم. هسه انتظرتها شوية تبرد السمسمية، شوية تبرد بس بعدها دافية. وهاي عندي سكينة هنا دهنتها بالراشي بالطحينية حتى لا تلزق. وهسه راح نبدي نقصقصها، وهماتين من نقصقصها نرجعها بالثلاجة لمدة أقل شي ساعتين. أوكي، حتى تصير القالب، لأن هي بعدها ترى حارة بس مو كلش حارة، يعني دفت. هسه قصقصها هيجي ونرجعها بالثلاجة. ارجع لكم بالشكل النهائي من تبرد تماما. وصلنا وياكم للوك الرئيسي النهائي للسمسمية، سلطة خبور. وهذا شوفوا ثخنها، شوفوا، وهذا خليت عليها فستق اني، شوفوا ثخنها تخبور شكلها يجنن، طعمها رهيب. جربوها ولا تنسوني حبايبي من اللايك، شقوا لي لايك حلو من ايدكم الحلوه، وشير وسبسكرايب، واشتركوا بقناتي ونوروني. وهلا كل الهلا بيكم، وياكم مطبخ عسولة. باي باي.